היום תפי שושרו ודרו תקול אבוניסטו. واخذ دورها الحقيقي في الحياه. طبعا نحن بهالمؤتمر وحتى الشعار لما نحن كتبنا كلمه التغيير، لانه هاي نحن نعرف انه بالوضع الحالي في تغييرات وفي تطورات، لهيك قلنا نحن كمان رح نمشي على هالتغييرات، ولازم نحن كمان نطور ونجدد مواقفنا حتى لننال نحن كنساء حقوقنا، وكمان لينال شعوبنا كمان حقوقا على هذه الارض. طبعا بهالمؤتمر كمان انعرض سينفزيون، من خلاله بهالسينفزيون تم طرح انه كل النشاطات والفعاليات اللي من تأسيس الاتحاد النسائي السرياني في سوريا ولغاية اليوم، اللي كان هو أكثر شيء بالمحاضرات وتنظيم المرأة السريانية، وأيضا بكافة الفعاليات والمشاركات، إن كان على شكل مشاركات للنضال القومي لشعبنا السرياني أو مشاركات تكون مع الإدارة الذاتية أيضا من أجل المرأة بشكل عام. طبعا بهالمؤتمر رح يكون في تغييرات وفي تطورات جديدة، وأكيد بنهاية المؤتمر رح يتم قراءة بيان ختامي، وبهالبيان الختامي رح ينقرأ كل التوصيات والمخرجات اللي رح تطلع من هالمؤتمر، وإن شاء الله هالمخرجات تكون لتطوير وتنظيم المرأة وتمكينها أكثر، ولا أيضا لحتى تظهر دورها الفعال على أرض الواقع من خلال المطالبة بنيل حقوقها والمساواة الندية، ليس فقط كمساواة أنه أن تكون مثل الرجل فقط، وإنما ما يناله الرجل من حقوق إنسانية. نحن هو إنسان والمرأة أيضا إنسان، فلذلك أنه المطالبة بهالحقوق تكون بالمساواة. وأيضا نحن نعرف أنه نحن كشعب سرياني والمرأة السريانية عانت الكثير من هالمآسي ومآسي الحروب ومن مجازر السيفو، لكن قدرت بفترة أنه تنظم حالها ضمن اتحاد، وكان من تأسيس الاتحاد بال2005 لغاية اليوم يقوم بتنظيم المرأة السريانية ليمكن المرأة السريانية لحتى كمان يكون لها دور فعال على هاي الأرض، ويكون لها دور مشارك مع النساء الأخريات، لأنه أي شيء يصير بأي امرأة في العالم، فالمرأة السريانية أيضا تعاني من هاي الأمور، لأنه المرأة تبقى مرأة مهما كان مكونها، مهما كان دينها، مهما كانت إثنيتها، فلكن تبقى المرأة مرأة، وما تعانيه أي امرأة على هاي الأرض المرأة السريانية أيضا تعاني نفس المعاناة. طبعا نحن نتمنى التوفيق والنجاح لكل نساء العالم بحركات النسائية إن كانت ولا المنظمات وحتى مكاتب السياسية للمرأة، أنه تكون بقوة ويكون لها رأي وقرار لحتى تقدر حتى القرارات اللي تصدرها عليها أنه في توضع آلية لتنفيذ هالقرارات لتنال حقوقها هي كمرأة، وتنال وأيضا شعبها والشعوب الأخرى ينالوا حقوقها. البيان الختامي للمؤتمر الخامس للاتحاد النسائي السرياني في سوريا. عقد الاتحاد النسائي السرياني في سوريا مؤتمره الخامس في مدينة القامشلي بتاريخ 25/5/2024. مخرجات المؤتمر: 1. الحفاظ على أسس العدالة الاجتماعية مع المنظمات النسوية الأخرى. 2. تدريب وتأهيل المرأة للعمل المؤسساتي والإداري. 3. دورات للتدريب السياسي والدبلوماسي. 4. تطوير العلاقات مع المنظمات والحركات النسوية والدولية من أجل تبادل الخبرات والتجارب. 5. تفعيل دور المرأة السريانية في الإدارة الذاتية. 6. العمل على كتابة العقد الاجتماعي للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا. 7. المساهمة في بناء الديمقراطية والعدالة. 8. إقامة المخيمات المشتركة وتبادل الزيارات مع مؤسسات المجلس القومي للإثنين. 9. إقامة مخيمات ودورات تدريبية
تنظيمية وسياسية تثقيفية وفكرية للمرأة. 10 دعم المرأة اقتصاديا وإقامة دورات التدريب المهني للمرأة في الفروع. شكرا، يعطيكم العافية.